أعلن النادي الأهلي عن عودة محمود حسن تريزيجيه إلى صفوفه مرة أخرى، وتم التعاقد بين الأهلي وتريزيجيه لمدة 5 سنوات اعتبارا من نهاية الموسم، وبذلك يعود تريزيجيه للمشاركة مع الأهلي اعتبارا من بداية كأس العالم للأندية. وأتم الأهلي الاتفاق مع طرابزونسبور التركي الذي كان يمتد عقد اللاعب معه حتى صيف 2026، وانضم تريزيجيه 30 عاما إلى طرابزون قادما من أستون فيلا في صيف عام 2022، ويقضي الجناح الدولي الموسم الحالي معارا في صفوف الريان القطري، وبذلك يعود تريزيجيه إلى صفوف الأهلي بعد 10 سنوات من رحيله. تريزيجيه بدأ مسيرته بين صفوف ناشئي الأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2012، وفي صيف 2015 انتقل إلى أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة لمدة عام تحولت إلى بيع نهائي في العام التالي. وأعار أندرلخت اللاعب المصري إلى موسكرون في موسم 2016 إلى 2017، ثم انتقل إلى قاسم باشا في صيف 2017 معارا قبل أن يتعاقد معه نهائيا في الصيف التالي. وفي صيف 2019 انتقل تريزيجيه من قاسم باشا إلى أستون فيلا، وخرج منه معارا إلى بشاك شهير في شتاء 2022 لمدة 6 أشهر قبل انتقاله إلى طرابزونسبور.